النهارده جايلكم فكره جميله جدا وباذن الله تعجبكم. النهارده هعمل معاكم تابلو لبابا نويل. باذن الله هيطلع جميل جدا وهيعجبكم. بس قبل ما ابدا معاكم اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من قناتي فيها حاجه حلوه مع دوزة. انا جبت اسطوانتين، الاسطوانات اللي هي الشكل ده كده. تمام، انا استخدم واحده دلوقتي، وعندي اللي هو قماش الكوخ ده لون ابيض. تمام، وهرسم هنا، هرسم على قد الدايره بالشكل ده كده. بقى معايا بالشكل ده كده. تمام، هجيب عندي هنا التفاصيل بتاعه الوش وهركبها. هنا انا جبت عينين اللي هما المتحركين. تمام، ودي المناخير بتاعته، وعملت الشنب ده قصيته ورسمته وقصيته بالشكل ده كده. تمام، والطاقية عملت قطعة بيضاوي كده عشان دي هتبقى الطاقية بتاعته. نلزقهم هنا مع بعض كده. الزقها كده عليها. بالشكل ده. هركب العينين كده بالشكل ده. وهلزق كمان الشنب بتاعه كده. والمناخير اهو ده شكله. تمام، هجيب بقى عندي اللي هي القطع القطن اللي هي المدورة زي كده، وهكمل التزيين بتاع الوش كده.
احط حوالين الوش كله كده، احط حوالين الوش كله. وهعمل الدقن برضو بتاعه من القطن اهو كده. بعد ما عملت الوش كله بالشكل ده، هعمل الدقن بتاعته كده، هلزقها اللي تحتيها كده كده. بالشكل ده تنزل بالتدريج عشان تدي منظر معانا حلو كده كده. بقى معانا بالشكل ده تمام كده. الجزء اللي فوق خلص. هعمل الجزء اللي تحت. الجزء اللي تحت اللي هو الجسم بتاع البابا نويل، هجيب الاسطوانة التانية واجيب اللون اللي هو الاحمر، فوم احمر تمام، وارسم برضو على قد الاسطوانة بس. وانا هقص اكبر شوية بالشكل ده كده وانا بقص اهي الدايرة عندي رسمتها. هقص اكبر من الدايرة حوالي نص سنتي او سنتي بالشكل ده كده. هقص واحدة كمان كده، ارسمها على الفوم هقص دايرتين عشان اعملها وش وظهر زي ما عملت في الوش بتاع بابا نويل كده بالشكل ده كده. وهلزقها برضو كده. انا بلزقها مع الحرف عشان ما تكلكعش تحت الفوم كده اهو تمام. هلزق اللي على الوش كمان كده. تبقى معايا بالشكل ده. انا عايزاها الدايره عايزاها اكبر من حجم الاسطوانه اللي تحت كده. اشيل اي زياده معايا
عشان يبقى شكلها مظبوط. بالشكل ده تمام. وهجيب هعمل الحزام بتاعه، هجيب لون اسود، احاول اعملها كده من ورا. انا مثلا عايزه الحزام كده الناحيه التانية. انا علمت كده وهقص. وهحطه كده، هلزقه برضو بالشمع. انا قصيت اهي القطعه السوداء تمام، وهلزقها هنا. بس قبل ما الزقها هجيب قطعه بيضه تاني، واخد بس المقاس بتاع العرض بتاع الحزام كده كده بالشكل ده كده، وهقصها. هقص حته مربعه كده اسويها بالشكل ده وهفرغها. انا قصيت الحته البيضاء اهو، فرغتها عشان دي تكمله الحزام، هيبقى بالشكل ده كده. هنا هبدا الزق كده هلزقه هنا كده، والزياده هقصها بالشكل ده. من هنا برضو بالشكل ده كده معايا تمام. وهلزق اللي هي القطعه البيضاء كده، اوسطنها بالشكل ده كده. ثبتها كويس. بقى عندي بالشكل ده. هجيب بقى الجزء الاولاني اللي احنا عملناه ده، وهثبته فيه بالشمع كده. ثبته بالشكل ده اهو كده. كده تكون فكرتي خلصت والتابلو جاهز على التعليق. كده تكون فكرتي خلصت، ويا رب تكون عجبتكم. اتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد من قناتي فيها حاجه حلوه مع دودي. كل سنه وانتم طيبين.